يلا ادخلي معايا شوفي الأكلة دي حصريا وفعلا حرفيا أرخص من الفول والطعمية. هاتي 5 ترغيفة عيش بلدي بيتين بقى ناشفين موجودين عندك في الفريزر، نزلي عليهم مية مغلية واركنيهم دلوقتي على جنب، وهاتي الكبة بتاعتك نزلي عليها صدر فرخة. الصدر فرخة ده عمل معايا 600 جرام، ممكن نص كيلو على حسب ما يقطع معاكي صدر الفرخة، واضربيه في الكبة كويس لحد ما ينعم معاكي ويبقى عامل زي العجينة. بعد كده هاتي بقى العيش بتاعك من المية اللي غليت، اللي احنا نقعناه فيها حوالي يعني بتقعدي فيها بتاع دقيقة او دقيقتين، مش وقت خالص، وهتنزليه برضو في الكبة ونديله فرمة كده سريعة في الكبة، وممكن تعجنيه بايديكي، يعني الاتنين مش هيفرقوا لان هو كده كده هيبقى طري وهيعمل معاكي زي العجينة. نزليه على صدر الفرخة، نزلي 2 بيضة، برضو في نفس الكبة، والتوابل بتاعتك بقى معلقة كبيرة من توم البودر، معلقة كبيرة من البصل البودر، نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، مكعب مرقة دجاج، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ. وخلي بالك هنا من الملح لان احنا معانا مكعب مرقة دجاج، وخلي بالك ان العيش برضو بيبقى مملح، فانا هحط نص معلقة صغيرة من الملح علشان املح صدر الفرخة وبس. بعد كده هنزل عليهم نص كوباية من البقسماط المطحون، باكت من البيكنج باودر، واديهم لفة برضو في الكبة يتضربوا مع بعض، ونزلي في قلب الصينية بتاعتك على المكونات الأولى. هنزل عليهم 2 باكت من الفيجيتار، وانت ممكن تخلي واحد بارد وواحد حار لو معكيش أطفال، خلي، ولو في أطفال خلي الاتنين باردين، وهنعجنهم بإيدينا كويس. وهنزل عليهم نص كوباية تاني من البقسماط المطحون. بعد كده هاتي بقى سلطانية حطي فيها مية من الحنفية، وبلي ايدك خفيف كده من المية، وابتدي صبعي الكفتة بتاعتك. بصراحة كفتة طعمها جميل جدا خيالي جدا، هتديكي كمية كبيرة جدا. انت متخيلة 600 جرام من الفراخ او من صدر الفرخة عملت بيهم كمية قد ايه؟ طبعا ضفنا عليهم 5 ترغفة من عيش الفرن ابو شيلين يا جماعة، العيش الاسمر العادي، وضفنا كمان عليهم كوباية من البقسماط المطحون، غير بقى بقية البيض والفيجيتار وكل الحاجات دي هتضاف ليكي. هتعملي على شكل صوابع او على شكل همبرجر، الاشكال اللي هتعجبك اعمليها. اهم حاجة تكوني فاردة الصاج او الصينية بتاعتك كيس من اكياس التلاجة علشان ما تلزقش معاكي، وابتدي رصي. شايفة ما شاء الله الكمية اللي طلعت بجد حرفيا أرخص من الفول والطعمية. ما تحرميش ولادك من حاجة، عايزين ياكلوا بقى همبرجر، ياكلوا كفتة، ياكلوا زي زمايلهم، اعمليها في البيت وما تقوليش لأ الحاجة غالية. لو حسبتيها شوفي الكمية جميلة جدا وموفرة جدا. بعد كده هاتي كوباية من اللبن الحليب تكون مغلية وباردة، هتضيفي عليها كوباية من الدقيق، عليهم بيضة، ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، اخلطيهم كويس مع بعض. وبعد كده ابتدي انزلي عليهم بحوالي كوباية إلا ربع من المية الباردة، مية عادية من الحنفية، وتعملي خليط كده حلو واركنيه دلوقتي. وبعد كده هتجيبي بولة تاني هننزل عليها كوباية من الدقيق، كوباية من البقسماط المطحون، كوباية من الفيجيتار، نص كوباية من النشا، رشة من الكركم عشان يدينا لون ذهبي. انا دي كانت اخر رشة عندي، كان المفروض ازود شوية عن كده. وهتقلبيهم كويس مع بعض، وهتضيفي عليهم رشة من الملح ورشة برضو من الفلفل الاسود. كده احنا كل حاجة ملحناها لوحدها. بصي اعملي العملة دي مرة في الشهر وحطي في الفريزر، هتريحك طول الشهر وهتوفر معاكي جدا. بعد كده هتجيبي الكفتة اللي احنا عملناها وتنزليها في الخليط السائل، ومنها للخليط البودر. شايفة حلوة وجميلة ومتماسكة، مفيش بقى لما ما تحطيش حاجة في التلاجة ولا حاجة، اشتغلي كله ورا بعضه وهي هتبقى متماسكة لوحدها، ما تخافيش.
شايفة الجمال حلو ازاي، والكمية وطعمها حلو جدا بجد. يعني هي طعمها المكونات والتوابل اللي احنا حطيناها، كوباية اللبن والفيجيتار والبيض والحاجات الجميلة دي كلها مديها طعم حلو جدا. عملت انا على شكل الهمبرجر عشان الكايزر، الولاد اللي بتحب تحط في الكايزر، وعملت صوابع كفتة علشان الفينو الكبير. ما تحرمهمش من حاجة، واعملي كل اللي هم نفسهم فيه. ما شاء الله اللهم بارك، كمية جميلة جدا. الكمية تكفيك طول الشهر سندوتشات للولاد، للي رايح الجامعة، اللي رايح الشغل، تنفع معاكي للغدا للعشاء لأي وقت. موجودة عندك للمناسبات، عندك عيد ميلاد وعندك عدد كبير من الضيوف، عندك مناسبة قراءة فاتحة، عندك أي حاجة مناسبة محتاجة عدد كبير من الضيوف، هتعملي كمية هتوفر معاكي. أما تيجي تخزنيها هتحطيها في اطباق من الفويل أو الفيل، وتحطي ما بينهم اكياس التلاجة عشان ما يلزقوش في بعض. ممكن تحطي طبق رقين 3 فوق بعض بس فواصل من البلاستيك اهم حاجة، وحطيها في الفريزر وتاخدي منها وتقلي كل يوم الصبح. مش هتاخد منك وقت خالص، بالعكس هتوفر عليكي مجهود كل يوم وتفكير كل يوم. عايزة تعملي ايه سندوتشات، عايزة تعملي ايه، تخليها عندك في التلاجة لأي ظرف في أي لحظة تطلعيها تشتغلي منها. كميتها حلوة جدا موفرة. انت لو حسبتي الكمية اللي طلعت وزنتيها هتعرفي الفرق. بعد كده هاتي بقى طاسة ونزلي عليها كوباية من الزيت، احنا مش عايزينها تغطس يعني في الزيت، بس الزيت بتاعك يكون سخن. بس أول ما يسخن نزلي القطع بتاعتك وخلي النار بتاعتك متوسطة، علشان انا عايزاها تستوي من بره ومن جوه وتاخد راحتها وهي بتستوي. واحلى حاجة ان نص كوباية النشا اللي حطيناها في الخليط البودر هتخليها ما تشربش زيت خالص، وتحافظي على الزيت وتحافظي على صحة ولادك. احنا عايزين كوباية واحدة بس من الزيت، ونارك متوسطة، وتقلبي من الاتجاه الاول للاتجاه التاني لحد ما تاخد اللون اللي انت حباه. اهم حاجة ما تعليش النار عشان ما تاخدش لون بسرعة من بره وتلاقيها نية من جوه. لا، نارنا حلوة كده هادية متوسطة، ونشتغل وتطلع معانا احلى كفتة فراخ، احلى همبرجر فراخ موفر جدا. الريحة حلوة حلوة حلوة، مش قادرة اقولك قد ايه، وفي منتهى الجمال، واقتصادية اقتصادية. العيش يعني ادى كمية كبيرة معانا، والطعم حلو. طبعا المكونات اللي حاطينها معوضة طعم العيش، يعني مش باين فيها خالص ان انت حاطه عيش، لان الفيجيتار ومرقة الدجاج واللبن والبيض كل ده مغطي على طعم العيش. والعيش اللي هيفيد عندك ما ترميهوش، حوشيه واعملي بيه، هيوفر معاكي كتير جدا. شايفين لونها حلو جدا وجميل، شايفة الزيت بتاعنا زي ما هو ما شربتش زيت نهائي، واستوت وريحتها وطعمها جميل. اوعي تنسي بقى لو عجبك الفيديو اوعي تنسوا اللايك واوعي تنسوا الشير، واللي ما عجبوش الفيديو برضو يعمل لايك ويعمل شير، لان الفيديو ان شاء الله هيعجبكم وهيوفر معاكم جدا. هتطلعي طبعا على ورقة زبدة وترصي حاجتك عليها، واعمليها كل يوم سخنة بسخنة كده، ياخدوها معاهم سخنة حلوة كده هتعجبهم قوي. ما تعمليهاش بالليل وتسيبيها للصبح، لا، الصبح ادي نفسك 10 دقايق هتكوني حمرتيها وجهزتيها. وخزني بقى في الفريزر زي ما انت عاوزة، واعمليها زي ما قلتلك مرة واحدة في الشهر، هتقعد معاكي بقية الشهر. ارخص من الفول والطعمية، ولادك هيحبوها قوي. وحطي بقى فينو طويل، حطي كايزر، ممكن عيش، هتبقى برضو طعمها حلو جدا. مش هتحتاجي بقى ولا تحطي كاتشب ولا مايونيز ولا تحتاجي اي حاجة، هي فيها كل حاجة وطعمها حلو جدا. ايه رأيكم؟ شكلها وطعمها وكميتها، وزي ما قلت لكم اللي يعجبه واللي ما يعجبوش الفيديو ما ينساش اللايك والشير.